هذه ماشي لقطه من فيلم او مسرحيه، هذه المعاناه ديال المافيات اللي حيرات امريكا. الا سولتك شكون هي اخطر مافيا كاينه في العالم، انت طاحت لك في بالك المافيا ديال الياكوزا في اليابان. اسمح لي ولكن هذه المافيا راه والو مقارنه بباريو 18 وحتى بالام اس 13 اللي كاينين في السلفادور، البلاد اللي فين ما مشيتي كتسمع الصوت ديال القرطاس. اما الزناقي ديالها كيعتبروها غير ساحات اللي كيصفيو فيها الحسابات ديالو. السلفادور تصنفات كاخطر دوله كاينه في العالم، وواخا دوله صغيره ولكن 10% من السكان ديالها هما من افراد ديال المافيات. تخيلوا معايا كل عام من 100,000 واحد كيموتوا 100 بدون سبب، وهذا الشيء كيعني باللي هاد البلاد فيها السيبه ديال بصح. هاد الناس عندهم مبدا واحد، صفيها البنادم وانتقم وغادي تحكم البلاد. وفيما كيبان لهم شي ولد بدا كيكبر كيعرضوا عليه باش ينضم لهم للمافيا، غير هو كاينين واحد الشروط باش تنضم لينا. اول حاجه هذا اللي باغي ينضم لهاد المافيا خاصو يتحمل واحد 18 ثانيه ديال العصا من عند الريوس الكبار ديال هاد المافيا، وضروري خاصهم يوشموا ليه على حساب الطريقه ديالهم وعلى حساب الرموز اللي هما كيامنوا بها. ونزيدكم ممكن يعطيوه فردي باش يقتل شي واحد غير باش يبين لهم انه قادر ينتمي ليهم. وفي حاله نجحتي في هذا الشيء كامل كيقولوا لك مرحبا بك في المافيا. باريو 18 او لا ام اس 13 زوج ديال المافيات ما كيحملوش بعضياتهم، الخدمه ديالهم هي تصفيه الحسابات والانتقام وحتى التجاره في داك الشيء اللي على بالي وبال. ولكن في 2018 هاد الحلمه غادي تقرب تسالي، بالاخص ملي جا واحد المسلم من اصول فلسطينيه اللي الاب ديالو كان يهودي واعتنق الاسلام وربى ولادو على هاد الدين. نجيب اوكيلا رجل اعمال اللي معروف في السلفادور تقدم للانتخابات ديال هاد البلاد ونجح فيها، وهنايا فين بدات النهايه ديال المافيات في السلفادور. في الاول حتى شي واحد ما حملو حيت كانوا عارفين واشنو كيسوا، ولكن ما تسوقش لهم وكمل الطريق ديالو. هاد الرئيس المسلم عارف مزيان باللي السمعه ديال هاد البلاد اللي غادي يترأسها ما مزياناش، وهذا الشيء بسبب الاجرام اللي كاين فيها. وهنايا فين قرر يعلن حرب على المافيات، وفي بلاصه ما يفكر في مشاريع اللي غادي تنفع البلاد والاقتصاد ديالها قرر يهز من الصندوق ديال الدوله باش ينقي هاد البلاد. ولكن شنو دار هاد السيد؟ نجيب ابو كيلا عطى امره واستثمر في اخطر سجن كاين في امريكا فين غادي يخلي الافراد ديال هاد المافيات يعيشوا الرعب ديال بصح، وغادي يدوزوا العذاب اللي ما عمرهم غادي ينساو. هاد السيد بالمساعده ديال الجيش قدر يشد اكثر من 60,000 واحد، اكثر من 60 فرد من المافيات. هاد الرقم راه كبير بزاف، الاغلبيه فيهم كانوا مشاركين في الحرب الاهليه اللي كانت بيناتهم، حيت كان عارف العدد ديالهم كبير بزاف. هاد الشيء علاش جاتو الفكره باش يبني حبس خاص لهاد المافيات وسماه ميغا بريزون، وكامل داير بالسياج وبسلوكه ديال الضوء. اما بالنسبه للمحاوله ديال الهروب ما يمكنش شي واحد يفكر فيها. كل شومبر كتهز اكثر من 100 واحد كيتشاركوا جوج ديال الطواليطات فيها اكثر من 18 برج ديال المراقبه خدامين فيها قناصه اللي موجودين باش يتيريو في اي واحد ما بغاش يشد الطريق. هاد الحبس هذا تبنى في مده اللي قياسيه، في اقل من 7 شهور كان موجود باش يشدوا فيه هاد المافيات، واللي دخل كينسى شي حاجه سميتها الزنق لدرجه ما كيعرفش اشنو تعريف البلاد. ولكن من غير هاد الشيء هاد الحبس هذا فيه واحد لاصال سبور اللي كيترينيو فيها وفيها ماتيريال اللي مازال جديد، غير هي ماشي السجناء ولكن داروهم الحراس اللي كيبقاو تما. دابا السؤال اللي كاين هو هاد الرئيس المسلم اللي حكم السلفادور واش ممكن هاد الخطه ديالو تقلب عليه، واش ممكن المافيات يبغيو يتهناو منه؟ خلي لنا الراي ديالك في التعليقات. تابونوا ومرحبا بك في العائله ديالنا، دير لايك وبارطاجي مع الناس اللي كتعرف. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.